السلام عليكم، إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض دستة جاتوه من كيكة شوكولاتة عادية هنحولها ل12 قطعة جاتوه زي ما أنتم شايفين الارتفاع بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، وهتطلع معاكِ كيكة هشة وطعمها روعة مع صوص اقتصادي بدون أي شوكولاتة، وزي ما أنتم شايفين كده قد إيه ارتفاعها، وهتطلع معاكم كمان أحلى من المحلات مليون مرة. يالّا بينا نبدأ الوصفة على طول. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. أول حاجة معانا 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، يا ريت يكون البيض حجمه كبير، معايا كيسين من الفانيليا، معايا كوباية وربع من السكر، لو عاوزة سكرها مضبوط كوباية، عايزة تزودي الكوباية وربع كفاية أوي، ومعايا كمان كوباية من اللبن، يا ريت يكون اللبن دافي عشان يدوب لنا السكر بسرعة، وكمان حطيت كوباية إلا ربع من الزيت، بس معلش الكاميرا كانت فصلت. وهنخلطهم مع بعض كويس جدًا لحد ما السكر يدوب، بعد ما ضربناهم كويس جدًا واتأكدنا إن السكر داب، هابدأ أزوّد نُص كوباية من الكاكاو الخام، الخطوة دي عادي ممكن تخلّي الكاكاو الخام مع المواد الجافة، وممكن تحطيه هنا في الخلاط عادي ما فيش أي مشكلة، ما تخافيش من الخطوة ديّة، وكمان معايا نُص معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان، بتفرق جدًا في طعم الكيك، بتحسي إن طعم الكيك غني جدًا بالشوكولاتة. بعد ما اتأكدنا إن السكر داب كويس جدًا والخليط اختلط ببعض كويس، هنبدأ نضيف عليه المواد الجافة، معايا كوباية ونُص من الدقيق بانخلهم زي ما أنتم شايفين كده، وكنت ناخلاهم مرّة كمان، كل ما نخلتِ الدقيق أكتر من مرّة، كل ما كانت الكيكة هشة أكتر معاكِ، خلّي بالِك الكوباية اللي هتعايري بيها من الأول هي اللي تستخدميها في كل مقادير الكيكة، بعد ما نخلتِ الدقيق هازوّد عليهم معلقة كبيرة من النشا، وهانخلها برضه عشان لو في أي تكتلات، وهازوّد عليهم باكو بيكنج باودر. وطبعًا ما ننساش رشة الملح، بتضبط الطعم جدًا، وبعدين هاقلّب الخليط كويس جدًا لحد ما نوصل للخليط ده، لا خليط تقيل ولا خفيف، لو لقيتيه خفيف معاكِ زوّديه معلقة معلقتين دقيق، لو لقيتيه تقيل هتزوّديه شوية لبن لحد ما يضبط معاكِ، بعد كده بنكون مجهّزين الصينية ومبطنينها بزيت ودقيق أو دهنينها معلقة زبدة. دي الصينية الأوسط في طقم الصواني، بعد كده بندخّلها الفرن على درجة حرارة 180 بتاخد حوالي 30 دقيقة، بعد كده تعالوا نجهّز معانا الصوص الاقتصادي، أول حاجة معايا ربع كوباية من السكر، وتِلت كوباية من اللبن، معلقة كبيرة ونُص من الكاكاو، هاضربهم كويس جدًا لحد ما يختلطوا ببعض والسكر يدوب، وبعد كده هانزل عليهم بربع كوباية من الزيت بالتدريج زي ما أنتم شايفين معايا كده لحد ما القوام يتقل ويندمجوا مع بعض كويس. وهازوّد عليهم ربع معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان، زي ما قُلنا بتفرق في طعم الصوص جدًا، وبتخلّي طعم الشوكولاتة غني جدًا، كده معايا الصوص جاهز زي ما أنتم شايفين كده، وزي ما أنتم شايفين كده في بقايا كتير من الصوص في الخلاط، هازوّد عليهم نُص كوباية من اللبن، وهاضربهم كويس، وده كده الخليط اللي هاسقي بيه الكيك، بعد كده طلّعت الكيكة من الفرن وسِبتها تبرد خالص، بعد كده بدأت أخرّمها بعصاية الشيش طاووق كده، خرام صغيّرة عشان أبدأ أسقيها باللبن والكاكاو زي ما أنتم شايفين معايا كده، ده الخليط اللي ضربته في الخلاط سقيتها بيها، وبعد كده معايا كيس من الكريم شانتيه ضربته كويس لحد ما وصل للقوام المناسب، وبعد كده زوّدت عليه معلقة كبيرة من الصوص اللي إحنا لسه عاملينه من شوية، بعد كده بافرد طبقة الكريم شانتيه وأسويها كويس جدًا، بعد كده بابدأ أحط عليها الصوص اللي إحنا لسه عاملينه زي ما أنتِ شايفة، وبابدأ أفرد الصوص على الكيكة باميل الصينية كده في جميع الاتجاهات، هتلاقيه اتوزع معاكِ بكل سهولة، ويبقى كده خلاص الكيكة جاهزة معايا، هادخّلها التلاجة لمدة ساعة أو ساعتين كده. هابدأ أزيّنها تزيين بسيط خالص، ده كريم شانتيه خفّفته بمَيّة وبدأت أعمل بيه خطوط كده زي ما أنتم شايفين، وبعدين بخلة السنان أو عصاية الشيش طاووق هاعمل خطوط رايح وجاي، هيدّي لي الشكل اللي أنتم شايفينه كده، شكل جمالي وتزيين بسيط جدًا، طبعًا تزيّنيها التزيين اللي أنتِ تحبيه، بعد كده بدأت أقطّعها زي ما أنتم شايفين، هاقطّعها ل12 قطعة، ما شاء الله كل قطعة هتبقى قطعة كبيرة. أنا عايزة أقول لِك كمان إنِّك تقدري تعمليها في صينية أكبر من كده، اللي هي الصينية المربع مقاس 30 في 30 هيطلع معاكِ عدد قطع أكتر من كده، بس هتكون ارتفاع الكيكة أقل من كده زي ما أنتِ شايفة، وزي ما أنتِ شايفة كده ما شاء الله كل قطعة كبيرة وسميكة وارتفاعها عالي جدًا، طبعًا زي ما قُلت لِك تقدري تعمليها في الصينية اللي هي مقاس 30 في 30 وهيطلع معاكِ عدد قطع أكبر، بس هيكون سمك الكيكة أو ارتفاع الكيكة أقل من كده بشوية.
وطعمها مش عايزة أقول لِك خرافة يا جماعة بجد والله، وطعمها أحلى كمان من المحلات، وعايزة أقول لِك لو أنتِ حابة تقسميها من نُصّين زي ما أنتِ شايفة كده ارتفاعها ينفع تقسميها نُصّين وتزينيها زي ما أنتِ عايزة، وزي ما أنتِ شايفة كده الكيكة هشة جدًا، مرتفعة، مسامها ضيّقة، طعمها تحفة، الصوص اللي فوقيها طعمه كريمي جدًا وتحفة، وصوص اقتصادي من غير أي شوكولاتة، تقدري تعمليها بسرعة لو جاي لِك أي ضيوف، أنا عملتها على طول بصراحة، ما خدتش منّي وقت خالص. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، وشكرًا ليكم.